قبل المشاهدة ندعوكم للضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد على القناة. استعاد نادي الوداد الرياضي نغمة الانتصار، وذلك بعد فوزه على نادي شباب المحمدية ب5 أهداف لهدفين. وظهر نادي الوداد بشكل قوي في المواجهة التي احتضنت ملعب البشير بالمحمدية، وتمكن من تسجيل 5 أهداف افتتحها بونا عمار عند الدقيقة 8، وأضاف إيد أوغانس الهدف الثاني عند الدقيقة 37، وعاد اللاعب نفسه ليصيف الهدف الثالث عند الدقيقة 61، وعاد اللاعب بونا عمار لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 77، واختتم أيوب العملود خماسية الوداد من ركلة جزاء عند الدقيقة 85، بينما سجل لشباب المحمدية كل من يوسف دالوزي من ركلة جزاء وتوفيق الثقافي.